سلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد من التحضيرات ديال رمضان. غادي ندير معكم لاباط فيتي اللي كنخدموا بها بزاف في المالح وفي الحلو. تابعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، انا غنستعمل كميه ديال الكيلو. اللي بغى ينقص المقادير ينقص. كيف قلت لكم كيلو ديال الدقيق. عندي كاس ديال الزيت. هنايا الزبده ديال التوريق غادي نستعملها في التوراق، كنستعمل انا هاد لامارك. عندي معلقه صغيره ديال سنيده ومعلقه عامره مزيان ديال الملحه، والملحه بطبيعه الحال على حسب الذوق. كنخدموا الدقيق مع الملح مع سنيده ونزيدوا عليها كاس ديال الزيت. كنخدموهم مع بعضياتهم، كنحاولوا نرملوا الدقيق بديك الزيت يعني حتى كنبسبسوها كيف ما كنخدموا مع السنيده. من بعد غادي نضيفوا عليها الماء يكون غير بارد من الروبيني، ما كنخدموش بالماء دافي او المسخون. هنايا درت الكاس الاول تاع الماء، وانا غادي نقول لكم شحال هزات معايا ديال الماء. هنايا ضفت الكاس الثاني وانا كنخلط. من بعد غادي نضيف نص كاس الاخر. هنايا ما عاونتنيش هاد البول هادي، فغادي نخدم فوق البوطاجي. نحاول انني نجمع مزيان هذاك العجين بلا ديك، بلا ما نحتاج اننا ندركو، وانما فقط غير نجمعو وما يبقاش هذاك الدقيق مكور او داك الزيت يكون مكور في العجينه. كيف قلت لكم هنايا غادي نستعين غير بالبوطاجي، كنخدم على راحتي. في طبيعه الحال راه نقي ومغسول. هنايا كنضيف نص كاس تاني. انا هزت معايا هاد الكيلو تاع الدقيق، هز معايا 2 كيسان ونص. وكيف ما كنقول لكم دائما على حسب نوعيه تاع الدقيق، كاين اللي غيهز حتى 3 كيسان، 3 كيسان لاروب، 2 كيسان. المهم النوع تاع الدقيق كيختلف. غادي نجمعها مزيان حتى كتجمع كيف ما بحال هكا، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه، لان اذا كانت رطبه ما غاديش تعاوننا في الخدمه. كنخليوها كترتاح واحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه، ومن بعد غادي نسرحها باستعانه بالدقيق اللي ما نكتروش بزاف باش ما ينشفش معنا العجينه. كنطلقوها بالمدلك على شكل مستطيل اولا مربع. المهم ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. غادي ناخذ هذيك الزبده، غادي نديرها في الحكاكه. هنايا انا هذه الطريقه ديالتي باش كنخدم الباط فيتي، كنديرها في الحكاكه فحال هكا باش كتسهل عليا، ما تجينيش قاصحه في انني ملي نكون كنطلقها ما كتكونش قاصحه. نحاول ما نخلي حتى شي بلاصه الا وندير فيها الزبده، ونحاول نقاد الجناب حتى هما يكون فيهم الزبده. ومن بعد غادي نبدا نلوي على 4 ديال الطويات، ولا على حساب الحجم اولا الطول ديال هذيك العجينه اللي درتو. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. اللويه الثانيه، الثالثه والرابعه، وكنسد. نحاول انني الجناب ندير فيهم الزبده وكنسد مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ شويه تاع الدقيق نديرو فوق البوطاجي ونبدا نطلقها. هنايا ديك السده هي اللي خليتها من الفوق. ودائما الباط فيتي الجناب اللي كيكونوا محلولين كيكونوا قبالتنا، واللي مسدودين كيكونوا من اليمين واليسار ديالنا. كنطلق العجينه على هذا الشكل، كنعطيها الطول، ومن بعد كنزيدها شي شويه من العرض على هاد الطريقه هذه. دابا غادي نخدم تور دوبل، يعني دوبل تور، يعني بحال كنديروا 2 في 1. غادي نطلقها كيف قلت لكم نتوما كيف ما كتشوفوا الزبده على شكل خطوط، ولكن من بعد ما يبقاوش يبانوا هاد الخطوط غادي يولي لون موحد، يعني غتولي العجينه بيضاء. من بعد غادي ناخذ العجينه وغادي ندير ليها كيف ما غادي تشوفوا معايا دوبل تور، باش كتسهل علينا انني نبقى نخدم كل مره تور واحد. انا كندير 6 ديال لي تور، يعني كل تور فيه 2، كندير 2 في 2 في 2. هنايا الا بغيتو تخدموا غير تور سامبل كتبقاو كل مره تخدموا التور الاول وتسناو، تعاود تخدموا التور الثاني وتسناو. هاد الطريقه هذه كتجي احسن. كنطلقوا العجينه، كناخذوا الطرف الاول نديروه حتى الوسط، والطرف الثاني بحال كنديروا شي مسمنه بحال هكا. دابا درت معكم 2 تور، نخليها ترتاح ونعاود ندير التور الثالث والرابع بنفس الطريقه. كما قلت لكم كنستمر بنفس الطريقه على 3 ديال المرات،
وكل مرة كندير دوبل تور، كنعطي العجينة بالطور، كنطلقوا عفوا العجينة بالطور وكنعطيوها شوية د العرض وكنلويو الطرف الأول والطرف الثاني وكنجمعهم مع بعضياتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. دابا كملت ليتور كيف قلت لكم، درت جوج في جوج في جوج. كنطلق العجينة واحد شوية غير باش يتقادوا الوجوه كاملين. صافي هنايا غادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. غادي نقطعها على 4، انا غادي نقطعها على 4 باش كل مره نبغي نخدم بشي واحد غادي نجبد غير قطعه واحده. هنايا راه التصوير ما عطاش الحق ديالها باش تبان لكم الفيطاج، يعني كانت طبقه ديال العجينه وطبقه ديال الزبده وطبقه العجينه وطبقه الزبده، وهي غادا هكا على شكل طبقات. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي خرجت ليا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، انايا كندير كل قطعه في الفيلم الغذائي او بابي فيلم، كنسد عليها مزيان من الجناب ومن كل شيء باش ما يدخلهاش الهواء ديال البرد، لانه الا مشات حتى شمات داك البرد صافي العجينه كتولي كتشقق وكتجي ناشفه. وملي كنبغي نخدم بها فانايا غنجبدها من الفريغو بواحد الساعه ولا ساعتين قبل كنخليها حتى كديكونجلا. من بعد كنعمرها اما بالحشوه مالحه او حلوه على حساب الرغبه. كنعمرها وندخلها عفوا الفران حتى كطيب وكتعطي واحد النتيجه اللي رائعه جدا. ان شاء الله غادي نشاركها معكم. خليتكم على خير وما تنساونيش ديما من ابوني ولايكاتكم. تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.